السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة تروليتشيا بالمانجا الترند الجديد اللي بتعملها محلات اتوال وبلبن. هنعمل النهاردة ما شاء الله صينية كاملة 9 قطع كبار بمقام ما تشتري قطعتين من بره، مش هتكلفك كتير، وهنحاول نقتصد في المقادير ونطلعها بالشكل الجميل ده. وكمان طبقة المانجا بتاعتنا واخده لمعه جميله، وهنعرف ازاي هنحافظ عليها برضو في التلاجة بلمعتها كده. وكمان الكريمه متماسكه زي ما انتوا شايفين كده، طبعا تحفه. وكمان الكيك هش وطري. طبعا حاجه جميله ونظيفه في البيت، وكمان هنوفر ومش هنشتري من بره تاني. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض. هيكون معايا 4 بيضات بحرارة الغرفة، وطبعا المقادير بتاعتنا كلها بحرارة الغرفة. والكوباية اللي انا بعاير بيها المقادير بعاير بيها كل المقادير. معايا 4 بيضات وعليهم معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، وكوباية الا ربع من السكر اللي حبيباته ناعمة او السكر البودر، هو في المحلات بيستخدموا السكر البودر. ومعايا كوباية دقيق متعدد الاستخدامات عادي، انا مستخدميه متعدد الاستخدامات او بتاع الغله بتاعنا اللي في البيت عادي. كوبايه من الدقيق ومعلقه صغيره من الكيك شيف او البيكنج باودر وذره ملح. هي دي المقادير بتاعتنا. هنحضر المقادير الجافه بتاعتنا وهنركنها على جنب. عباره عن كوبايه الدقيق اللي انا قلت عليها 155 جرام، وهحط عليها معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر او الكيك شيف وذره الملح، وهنخلهم نخله كده حلوه زي ما انتم شايفين كده. لازم نتنخل الدقيق والمكونات الجافة علشان الهواء يدخل جواها، وفي نفس الوقت تدي للكيك هشاشة وارتفاع. يلا بينا بقى نروح للمضرب بتاعنا ونضرب. حطينا ال4 بيضات وعليهم معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، وهنحط كوباية الا ربع من السكر بتاعتنا، وهنضرب على اعلى سرعة في المضرب بتاعنا. هنضرب على اعلى سرعة زي ما انتوا شايفين كده، علشان ان الهواء يدخل في البيض ولونه يفتح زي ما انتوا شايفين كده، والقوام يتقل ويزيد الحجم الضعف زي ما انتوا شايفين كده. هنضرب حوالي دقيقة او دقيقتين لغاية ما نوصل للقوام ده. شايفين كده؟ خلاص. هنحط بقى المكونات الجافة بتاعتنا اللي عبارة عن كوباية دقيق ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر وذرة من الملح عشان تعادل الطعم. هنحطها على المكونات وهنقلب كده تقليبه خفيفه قبل ما نشغل المضرب بتاعنا. وهنشغل المضرب بتاعنا على اهدى درجه فيه، يا دوبك بس يخلط المكونات، او ممكن نعملها يدوي مانوال عادي يدوي، نخلطها كده بالمعلقه او الاسباتشولا او بمضرب ونخلطها كده مع المكونات السائله. طبعا نكونوا مشغلين الفرن بتاعنا من اول ما نبدأ خالص في خفق البيض، نكونوا مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 علشان الفرن يسخن قبل ما ندخل الكيك فيه. طبعا انا محضرة القالب بتاعي مقاس 28 او 30 على حسب الارتفاع اللي انت عايزاه، ودهناه بالزيت ومبطناه بضراب الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وهصب الخليط بتاعي فيه. ده قوام الخليط بتاعي. صبيت الخليط بتاعي فيه بقى، هبدأ ان انا اخبطه خبطتين كده، بس لازم احط فوطة عشان البايركس ما ينكسرش. لازم احط فوطة واخبطه خبطتين كده عشان ايه الهواء اللي فيها يطلع زي ما انتم شايفين كده. شايفين المسام المفتوحة دي؟ الهواء بيطلع منها. اخبطه خبطتين كده كويسين على الفوطة، وبعدين بقى ادخله الفرن بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هقلل الدرجة شوية على 170، وشغلت النور اهو، شغلت المروحة كمان عشان توزع الحرارة، وهقفل عليه لمدة 25 دقيقة. هسيبه في الفرن 25 دقيقة، وبعدين اختبره بعصاية شيش طاووق او خلة سنان او سكينة. لازم تطلع نظيفة كويس علشان اتأكد ان الكيك مش يعني مستوي، مفهوش عجين من جوه. وده بيبقى لونه بيبقى كده، لونه فاتح من فوق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هسيب الكيك بتاعي يبرد ويهدى خالص،
يبرد ويهدى خالص على راحته. بعد ما يبرد ويهدى خالص اقشر الوش بتاعه دوت. ليه بقشره؟ علشان الوش ده بيبقى فيه زفارة البيض، زفارة البيض كلها بتبقى متجمعة في الوش ده، فهحاول انا اشيله كده. وطبعا هو بيتشال سهل بايدي كده زي ما انتوا شايفين كده، فهشيله كله. وهبدا ان انا احضر بقى، اسيبه يبرد خالص، وهبدا ان انا احضر الكريمه بتاعتي. هنستخدم كوبايه من الكريم شانتيه وعليهم معلقه من الكريم باستري، طبعا بتدي طعم تحفه وبتدي كمان تماسك للكريمه. وحاطه في الكوبايه ديت، هي كوبايه سوائل عباره عن ربع كوبايه من اللبن المتلج وعليها وبقيتها كلها ميه متلجه، يعني التوتال كله او المجموع كله كوبايه من اللبن على ميه متلجين. او ممكن تستخدمي ميه بس، او ممكن تستخدمي لبن بس، براحتك، بس على حسب المتوفر عندك. هحطهم بقى واضرب لغايه ما الكريمه بتاعتي تتقل زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه الكريمه بتاعتي تقيله زي ما انتم شايفين كده، عامله معايا منقار اهوت ثابت، منقار ثابت اهوت كده. الكريمه بتاعتي بقت كويسه، انا عايزاها تقيله وكويسه كده. شلت الوش بتاعه اهوت خلاص، هيترمي بقى. وهيكون معانا نص لتر من اللبن الحليب، نص لتر من اللبن الحليب هسقي بيه الكيك بتاعي. طبعا الكيك بتاعي ما بيكونش فيه لبن ولا زيت ولا اي مواد دهنيه خالص، فهحط له لبن عشان طبعا يكون هش وطري من جوه. بحط له نص لتر من اللبن، يعني بمقام كوبايتين من اللبن. طبعا الكوبايه بتاعتنا زي اللي احنا موجوده في كل بيت، زي اللي انا مستخدماها ديت، او الكوبايه الفرنساوي برضو اللي موجوده في كل بيت. الكريمه بتاعتي هبدأ بقى نفردها على وش الكيك بتاعي. لازم الكريمه تكون بالسمك ده، واللي هيخليها تمسك في بعضها اكتر معلقه الكريم باستري اللي انا حطيتها. هبدأ ان انا اوزع الكريمه بشكل متساوي. كده وزعت الكريمه بتاعتي ونضفت الاحراف بتاعت الصينيه. هبدأ ان انا احطها في التلاجة بتاعتي عبال ما احضر اخر طبقه من توبنج المانجا بتاعي. شايفين الطبقات؟ هحضر بقى اول حاجه جل التلميع اللي انا هلمع بيه المانجا، اللي هيحفظها انها متتبلش في التلاجة وكمان هيخليها بتلمع. هحط معلقه كبيره من الجيلاتين، جيلاتين من عند العطار، بيجي من عند العطار رخيص مش غالي. وهحط عليهم ربع كوبايه من الميه السخنه، وهقلبهم فيه بالشكل ده كده. هقلبه كويس. لقيت برضو عندي معلقه من الجيلي، بس انا مكنتش عارفه ان هو جيلي فراوله، بحسبه جيلي مانجا، فحطيته بس عادي، مفيش فرق يعني، عادي برضو مش هيأثر معايا وهيدي شكل كويس جدا برضو. وقلبته كده. وممكن تكتفي عادي بالجيلاتين عادي يعني. هنا المانجا بتاعتي انا كنت مقطعاها وحطها في الفريزر شويه، بس طلعتها من الفريزر حطيتها بمصفى لغايه ما نزلت الميه بتاعتها بالشكل ده كده. هبدأ ان انا افضيها في الطبق واحط عليها جيلي التلميع بتاعي. وطبعا قلت زي ما احنا ممكن نخليه جيلاتين بس ما نحطش جيلي انا حطيت جيلي فراولة بالغلط، بس عادي كف الغرض برضو. هقلبه زي ما انتوا شايفين كده عشان المانجا بتاعتي متفعصت مني. وهاخد حبة بحبة بقى اوزعهم زي ما انتوا شايفين كده، اوزع في كل حتة شوية لغاية ما اغطي كل الوش بتاعي بالمانجا زي ما انتوا شايفين كده، واوزعها كويس جدا. انا استخدمت حوالي منجتين كبار، قطعت منجتين كبار مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا ده موسم المانجا فهتلاقيها متوفره جدا. المانجا كمان المانجا اللي هي الحمرا ديت اللي هي بتاعت الحلويات، النعومي، مانجا النعومي بتاعت الحلويات بنستخدمها، بتكون كويسه جدا في الحلويات اللي زي دي، الكنافه بالمانجا والحاجات اللي انا بستخدم فيها قطع مانجا. المانجا النعومي كويسه جدا في الحلويات ديت.
طبعا هزينها بقى بكريزة كده بتاعت الحلويات، وطبعا مديه شكل جميل جدا وتحفة. هحطها بقى شوية في التلاجة تمسك نفسها شوية. وطبعا الكريمه بتاعتي مسكت بسرعه زي ما قلت لكم، علشان عليها معلقه من الكريم باستري. على الرغم ان احنا في الحر كانت الكريمه ممكن تسيح، بس ما شاء الله ماسكه نفسها كويس. طبعا حطيتها في التلاجة شويه، يعني حوالي نص ساعه كده، وبدات ان انا اقطع فيها زي ما انتوا شايفين كده. هطلع منها 9 قطع، طبعا موفره جدا عن ان انا اشتري قطعه او 2 من اتوال او من اللبن او من المحلات ديت. وعملتها في البيت وحاجات موجودة في البيت، يعني دقيق وسكر وبيض وكده، موجود كله في البيت. هتشتري بس اللي هتشتريه كريم شانتيه، كنت هتشتري كريم شانتيه بس. والمانجا طبعا متوفرة ورخيصة في الوقت دوت، فمش هتكلفي كتير، وحاجة عاملاها في البيت وكويسة ومضمونة كمان. شايفين القطعة ما شاء الله، والكريمة كويسة جدا. كوباية كريمة عملت معايا الحجم ده من الصينية. حاجة في منتهى الروعة واللذاذة، وريحتها تحفة. وطبعا الكريم شانتيه برضو بحط، معلش نسيت اقول لكم، انا بحط عليه برضو حبة فانيليا عشان لانه كريم شانتيه خام، فبحط حبة فانيليا. وحطيت عليه كمان معلقتين من السكر، حطيت معلقتين من السكر عليه لانه الكريم شانتيه خام زي ما قلت لكم. فحطيت عليه معلقتين من السكر، وكوباية من الكريم شانتيه، وعليها معلقة من الكريم باستري، وكوباية من المية المتلجة او اللبن المتلج، او ده على ده زي ما انا عملت.